بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى اخوات ومتابعين في الدنيا، وحشوني جدا جدا. أهلا وسهلا. دي قناتي حكايات اليوتيوب. اللي ما اشتركش في القناة يشترك على طول ويفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا غادة، أهلا وسهلا بيكم. وقبل بداية الفيديو برحب بكل المشتركين عندي، أهلا وسهلا. وكل حد كمان جه واشترك واداني تعليق أبيض زي قلبه الأبيض، أهلا وسهلا بيك، بحبكم جدا في الله. النهارده فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى والى يوم الدين. كلنا نصلي على النبي في التعليقات يدي بركه للفيديو. والنهارده فيديو جديد لاحمد موسى وتصريح جديد لجينيوس الاعلامي المصري، المذيع الاعلامي اللامع صاحب الملايين صاحب الفلل. النهارده بيتكلم مين وتصريح لمين؟ واستفزاز جديد للمصريين. تصريح لأحمد موسى في البرنامج بتاعه. شوفوا، أنا ما بشوفش البرنامج بتاعه لكن التصريحات بتنزل، وكل تصريح أوحش من التاني، وكل تصريح يحرق الدم عن التصريح التاني. طلع علينا بالطلة غير البهية في البرنامج الغير مرئي اللي على مسؤوليتي، وفعلا الكلام على مسؤوليتك يا أحمد يا موسى. وبلاغ جديد ضدك للنائب العام، بلاغ في المذيع اللامع الحلو القمر الجينيوس المعرض أحمد موسى لأصحاب المعاشات. النهاردة يا جماعة أحمد موسى شايف مشكلة مصر كلها بتتلخص في المعاشات وأصحاب الناس اللي قضوا حياتهم خدمة للدولة المصرية. النهاردة هو شايف إن أصحاب المعاشات عبء على الدولة. بص يا احمد يا موسى، مش كل حاجه تطلع تتكلم فيها، لانك انت مش عبقري الاعلام المصري، او انت دارس ايه عشان تطلع تتكلم عن اصحاب المعاشات؟ تعرف ايه انت عن اصحاب المعاشات عشان تطلع تتكلم عليهم؟ هل انت معاشك 4000 جنيه في الشهر عشان طالع تتكلم؟ هل انت حاسس باصحاب المعاشات؟ انت عارف اللي على المعاش بيعيش بكام؟ انت عارف اللي على المعاش بيجيب دواء بكام؟ اسكت، نفسي البق ده يسكت. مش طالع تقول لي اصحاب المعاشات ما بيشتغلوش عشان يقبضوا فلوس. والله العظيم في البرنامج بتاعه والتصريح كده نازل، هحط لكم الصوره بتاعته. بقول لك اصحاب المعاشات ما بيشتغلوش، هم بيقبضوا ليه؟ هم بيشتغلوا. هو انت اي حاجه تتكلم فيها يا احمد يا موسى؟ يعني معلش حضرتك مش عبقري زمانك، ولا مثلا حمى المواطن الغلبان، ولا تعرف حاجه عن اصحاب المعاشات عشان في حلقه من حلقاتك تقول هم ما بيشتغلوش عشان يقبضوا فلوس. يعني انت حضرتك عايز ايه من الدوله؟ انت عايز الحكومه المصريه تلغي المعاش على اساس انه من جيب حضرتك؟ اراك تصرف من ورث مامة حضرتك. اصحاب المعاشات ما بياخدوش من جيبك ولا بياخدوا من جيب حد. أصحاب المعاشات مش عبء على الدولة. أصحاب المعاشات قضوا سنين خدمة للدولة. أصحاب المعاشات دي قضية كبيرة. أنت أقل وأصغر يا أحمد يا موسى من إنك تتكلم في قضية أصحاب المعاشات. أصحاب المعاشات قضية كبيرة وناس كتير وملايين في مصر، ملايين في مصر على المعاش وبتستفيد من المعاش. نيجي نتكلم، حضرتك أنت بتقول ما بيشتغلوش عشان يقبضوا فلوس. ما بيشتغلوش، لا هم اشتغلوا، والفلوس دي من شقة وتعب صاحب المعاش اللي كبر وقضى 60 سنة في الخدمة. دي فلوسه وتعبه وشقاه، مش من جيبك ولا من جيب حد. مواطن على المعاش قضى في الخدمة سنين بيتخصم. تعالى بس اما اقول لك عشان واضح ان الفهم عندك مفيش. صاحب المعاش اشتغل 30 سنة ولا 35 سنة وتم خصم المعاش ده من المرتب من شغله. سنين بتتحوش في التأمينات وبيدفع كل سنة تأمينات وبيتخصم من مرتبه، وتحطت أمانة عند الدولة عشان بعد ما يكبر ويرتاح ويقعد بقى سن التقاعد يبدأ يقبض المعاش بتاعه. اذا انت الدوله ما بتديلوش حاجه من جيبه، ولا انت بتديله حاجه من ورثك اللي في البنك، من الملايين اللي انت بتقبضها من البنك بتحط ايدك في، محسسنا انك بتصرف علينا. انت مش بتصرف علينا حضرتك. كفايه استفزاز، كفايه حرق دم للمصريين، كفايه حرق دم للمواطن الغلبان. كفايه، انت كفايه البق ده يسكت بقى. انا ببلغ فيك، انت بتعمل فتنه بين الحكومه المصريه وبين اصحاب المعاشات. المعاش بيقبض من جيبه، المعاش بيقبض من تعبه.
من مجهوده سنين في شبابه عشان يقبضه لما يكبر يلقى حاجه يستند عليها. دي فلوس متخصمه من تعبه. في حاجه اسمها اصل هم ده واضح انك بتهرتل، دي هرتله اعلاميه. ده انت ونشأة الديهي بتهرتلوا هرتله مهوله. وخدوا في ايكو عمرو اديب ومحمد الباز. الكلام اللي انت بتقوله يا احمد يا موسى مخالف للدستور والقانون المصري. كلامك ايه هم بيشتغلوا عشان يقبضوا؟ اتق الله، اتق الله في كلامك، اتق الله في تصريحاتك. انت ما بتديش الدولة ما بتديش حاجة لاصحاب المعاشات من جيبها. ده تعبهم، ده شغلهم سنين، ده تعبهم سنين. ازاي ده انت المفروض المحاميين عن اصحاب المعاشات يعملوا فيك بلاغ لنائب العام. حضرتك احنا ما بنخصمش فلوس المعاشات من الدولة ما بتدفعش حاجة لاصحاب المعاشات. حتى العلاوة الدورية اللي نزلت ال 15% اللي خدها ال 400 جنيه اللي انت زليته الناس بتوع المعاشات ما يجيبوش كيلو لحمة. 400 جنيه ايه يعملوا ايه لاصحاب المعاشات يا جماعة؟ 400 جنيه ما يعملوش حاجة خالص، بين غاز بين مية بين كهرباء بين حاجات. معلش يا جماعه الفيديو فاصل ونكمل مع بعض العلاوه اللي هي 15% اللي اخدها اصحاب المعاشات. معلش مفيش زياده، كل البرامج عماله تقول زياده 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 للمعاشات. يا جماعه ايه الزياده بتاعت المعاش؟ اولا العلاوه الدوريه ال 15% بتنزل على طول كل سنه. ده قانون، ده قانون. ال 15% زياده المعاشات اللي عمال بيتقال عليها دي العلاوه الدوريه اللي بتتعمل كل سنه لاصحاب المعاشات قانوني من فلوسهم. تاني وارجع بقول من فلوسهم. فين بقى الزياده اللي من الدوله عشان اصحاب المعاشات تحارب الغلاء، عشان الازمه الاقتصاديه والغلاء اللي في البلد؟ فين بقى؟ هل العلاوه ال 15% ال 400 جنيه اللي طالعه بسمة وهبة بتصريح تقول لك اللي هتساعد في تخفيف بسمة وهبة بتقول لك تصريح هبد زي احمد موسى ما بيهبد، بتقول لك طالعه بسمة وهبة تشجينا وتقول لك ده هيساعد في تخفيف الاعباء. ويا سلام، انا نفسي تقبضي عقبال يا بسمة يا وهبة ولا وهبي ولا ايه، تقبضي زي اصحاب المعاشات وتعيشي عيشتهم. انا نفسي تعيشي عيشتهم عشان تقولي لي ال 15% دول هيخفوا الاعباء عن كاهل المواطن الغلبان ازاي؟ هيجيبوا العلاج اللي زاد 10 اضعاف؟ طيب هيدفعوا ميه اللي زادت 10 اضعاف؟ طيب هيجيبوا الغاز، ايصال الغاز؟ هيجيبوا اكل وشرب ولبس ودواء؟ اكيد لا. مفيش زياده يا جماعه، مفيش زياده لاصحاب المعاشات. يا جماعة الإعلام المصري هرتلت الإعلاميين، هرتلت ناس بعيدة كل البعد عن الواقع والشارع المصري. انزلوا الشارع المصري وشوفوا أصحاب المعاشات عايشين إزاي. شوفوا فيهم لو حد تعب ما بيلاقيش فلوس يجيب علاج. شوفوا فيهم لو حد عايز يلبس مش هيقدر، عايز يتعالج مش هيقدر. 15% ايه زيادة؟ ده ولا 100. احنا كنا متوقعين لاصحاب المعاشات زياده ادميه تعيشهم حياه كريمه. عايزين حياه ادميه كريمه، بنطالب بحياه ادميه. الناس تعبوا في الدوله واخلصوا للدوله وقعدوا سنين يعملوا، ده شغلهم يا جماعه، ده تعبهم، ده مش فلوس حد يا جماعه. بنطالب شير للفيديو للمسؤول لدكتور مصطفى مدبولي بزياده لاصحاب المعاشات، نظره لاصحاب المعاشات لانهم يستحقوا ذلك. ولكم وللشعب المصري التعليق على احمد موسى وبسمة وهبة والباز والديهي اللي ما يستحقوش يبقوا وجها للاعلام المصري. تاني حاجه ان عايزين ناس تتكلم باسمنا، عايزين ناس، لان اعضاء مجلس الشعب مش بيتكلموا باسمنا. طالع كل واحد فيهم يدي تصريح الله على 15%، الله ونسقف اديله هرتل يلا. فين الناس اللي في مجلس الشعب اللي بتتكلم باسمنا يا جماعه؟ فين الناس اللي تتكلم باسمنا للحكومه تقول يا جماعه دي زياده قليله جدا جدا، دي زياده دوري. مفيش زياده، ما حدش يقول لي المعاشات زادت يا جماعه. المعاشات ما زادتش، دي حاجات دوريه بتتعمل كل سنه. ال 15% 400 جنيه دول يعملوا ايه يا جماعه؟ 400 جنيه دول يعملوا ايه؟ 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 400 جنيه دول
يا دكتور مصطفى مدبولي، نظرة لأصحاب المعاشات، نظرة للناس، نظرة للمصريين، نظرة للحياة. انزل واقع وعيش في الشارع، دي مش زيادة. احنا بنطالب بحياة آدمية للناس اللي في كبرهم. لازم مصر تقف جنبهم، لازم بلدهم تقف جنبهم، وحكومتهم تقف جنبهم، واعلام يتكلم باسمهم، مش اعلام يطلع، مش احمد موسى يطلع يقول ما بيشتغلوش ما يقبضوش. لا، هم اشتغلوا، ده دليل على الجهل، ده انسان جاهل. تعرف ايه عن فلوس اصحاب المعاشات؟ تعرف ايه؟ دي فلوسهم، ده حقهم. شير للفيديو يا جماعه، شير للفيديو، وتعليقكم مستنيه تعليقاتكم على الفيديو، ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. هتوحشوني جدا جدا. مع السلامه.